أهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة كل عجيب وغريب. أهلا بكم في لقاء جديد، أهلا بكم في فيديو جديد، أهلا بكم في قصة جديدة. جريمة للأسف بشعة جدا، جريمة لا يتخيلها العقل، جريمة لا يمكن تحصل في هذا الزمن اللي بنعيش فيه، ولكن هذا الزمن اللي بنعيش فيه ممكن تحصل أي حاجة للأسف. جريمة قامت بها أم، مع العلم المفروض الأم دي تكون أكثر إنسانة بتحافظ على حياة أسرتها وحياة أبنائها. لماذا قامت الأم بمثل هذه الجريمة الشنعاء، الجريمة التي لا يمكن التعبير عنها بالكلام؟ جريمة فظيعة جدا، ستتعرفوا على أحداثها معايا خلال هذه الدقائق. الجريمة حصلت في محافظة الدقهلية في مركز منيا النصر، قرية ميت أبو تمامة. قبل ما نبدأ الأحداث البشعة يا ريت شير ولايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. مش هضيع وقت حضراتكم أكتر من كده، وهنبدأ على طول في سرد أحداث الجريمة البشعة هذه. أولا عشان نعرف كل الملابسات، الجريمة وقعت في قرية ميت أبو تمامة، مركز منية النصر، محافظة الدقهلية. عندنا أسرة، هذه الأسرة بتتكون من أب وأم وثلاث أبناء. الأم اسمها حنان، متعلمة، خريجة كلية التربية قسم اللغة العربية، يعني إنسانة متعلمة، إنسانة مدركة، إنسانة فاهمة لكل شيء. والأب بيعمل مدرس في المملكة العربية السعودية. الأم عندها ثلاث أبناء، أنس عنده 4 سنين، وأحمد 9 سنين، وسمية الصغيرة عندها 3 شهور. الأسرة عايشة في هذه القرية زيها زي أي أسرة عادية جدا بدون أي مشكلة، زي أهل القرية، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم الطبقة المتوسطة وفيهم الكادحين اللي بيجروا على قوت يومهم من بداية اليوم وإلى نهايته. الأسرة دي عايشة في بيتها، والأب بيعمل في السعودية. الأسرة ما عندهاش مشاكل، الأم وأبنائها والأب متعاونين، مفيش أي مشاكل ما بينهم. الأم إنسانة فاضلة خلوقة ملتزمة متزنة، كل الجيران بيشهدوا ليها إنها إنسانة كويسة، مفيش عليها أي كلام ومفيش أي ملاحظات عليها ولا على أخلاقها كويسة، ومفيش أي حد بيتكلم عنها بسوء نهائيا. علاقتها مع جيرانها محدودة جدا جدا، هي شخصية من شغلها لبيتها ومن بيتها لشغلها، ومفيش أي علاقات اجتماعية كبيرة بينها وبين أهل القرية، يعني إنسانة في حالها وعايشة كافية خيرها شرها. الأب كان مع الأسرة في شهر رمضان اللي فات وعيد معاهم، وكانوا مبسوطين وفرحانين ومفيش أي مشكلة. وبعد العيد راح الأب للسعودية علشان يكمل شغله ويكمل عمله هناك. من حوالي 2 أو 3 أيام بالتحديد، الأم الساعة 3:30 العصر خرجت من بيتها، وقفت على الطريق، كل ما يعدي توك توك ويقرب منها كانت بتقرب على التوك توك، ولكنها كانت بعد كده بترجع لورا. كل ما يعدي توك توك تقرب تبص على التوك توك وبعد كده ترجع للخلف شوية. طب ايه، هل الأم مثلا كانت عايزة توك توك يكون كويس، شخص يكون كويس علشان تروح مكان معين أو تروح مشوار معين؟ لا، للأسف لا، مش كده خالص. الأم قعدت على الحال ده شوية لغاية لما شافت جرار جاي من بعيد، وفجأة لما قرب منها الجرار راحت الأم رمت نفسها تحت عجلات الجرار. أيوة زي ما بقول لحضراتكم كده تماما، مع إنها إنسانة مش مريضة نفسيا ولا تعبانة ولا أي حاجة، إنسانة عاقلة تماما،
فرمت نفسها تحت عجلات الجرار. الجرار سحلها تماما، الجرار أنهى على حياتها تماما وماتت في الحال. تم إبلاغ مركز شرطة منيا النصر بالحادثة، وعلى الفور توجه رجال المباحث إلى مكان ومسرح الجريمة عشان يشوفوا إيه اللي حصل. لقيوا فعلا إنه الأم انتحرت أسفل عجلات الجرار، وإنها رمت نفسها تحت عجلات الجرار. وتحروا وعملوا تحرياتهم، ولكن التحريات أثبتت إنه ما فيش أي مشكلة، وإنه الأم حياتها عادية جدا، وأنها زي ما قلت لحضراتكم عندها 3 أبناء، وزوجها شغال في السعودية، وهي مدرسة، وزوجها مدرس، وهي خريجة كلية التربية قسم اللغة العربية، إنسانة ملتزمة، ما فيش أي مشاكل خالص، وحياتها عادية جدا. طب لماذا أقدمت على هذا الفعل؟ ليه هي انتحرت تحت عجلات الجرار؟ بدأ رجال الشرطة والمباحث يحققوا، وقرروا انهم يروحوا البيت عند الضحية يشوفوا بيتها ودنيتها فيها ايه. فوجئوا رجال المباحث عند دخولهم المنزل بما لم يتوقعه احد. لا هم كانوا يتوقعوا اللي شافوه، ولا الجيران اساسا كانوا يتوقعوا اللي شافوه عند دخولهم المنزل. شافوا ايه؟ شافوا الأبناء ال3: أحمد 10 سنين أو 9 سنين، أنس 4 سنين، سمية 3 شهور. شافوهم مذبوحين تمام، ومرميين ما بين سريرين في البيت. طبعا الكل تفاجأ بهذا الأمر. الطب الشرعي أكد إنه الذبح من الأذن للأذن، يعني مذبوحين ذبح كامل. طب إيه اللي حصل؟ مين اللي ارتكب هذه الجريمة الشنعاء؟ مين اللي عمل هذا الأمر المشين؟ طيب هل الأم مثلا كانت في مشوار أو كانت برا البيت، رجعت لقيت ولادها مذبوحين فما استحملتش هذا الأمر فأقدمت على عملية الانتحار؟ هل هو ده اللي حصل؟ هل ده السيناريو؟ للأسف لا. للأسف دي مفاجأة ما كانتش برضو متوقعة. زي ما قلت لحضراتكم الجريمة النهاردة صعبة جدا، وأحداثها غير متوقعة بالمرة. ما عثر عليه رجال المباحث في المنزل كان مفاجأة برضو بالنسبة لهم وبالنسبة لحضراتكم وبالنسبة لنا كلنا. وجدوا رسالة، هذه الرسالة مكتوبة بخط يد الأم، يعني الأم هي اللي كاتبة هذه الرسالة. يعني ملخص الرسالة إنه الأم قامت بذبح أبنائها ال3 علشان توديهم الجنة، وإن الجنة هي المكان المناسب ليهم علشان يستريحوا من تعب الحياة. يعني هي قالت في رسالتها: أنا ذبحت أبنائي علشان يروحوا الجنة، وعلشان يستريحوا من تعب الحياة، وعلشان أنا كمان أستريح. أنا تعبانة والحياة متعبة، وأنا كان نفسي أستريح، وكمان أنا ذبحت ابني الكبير أحمد علشان أنا معلمتوش كويس، علشان يستريح هو كمان، وعلشان أولادي كلهم يستريحوا، فعلشان كده أنا ذبحتهم. وكان مكتوب في نهاية الرسالة إن أنت زوجها، يعني اللي بالمناسبة كان اسمه محمد، زوجها كان اسمه محمد، إنه أنت تستحق إنسانة أفضل مني، وياريت تدعي لي وتسامحني، وربنا يرزقك. بتقول لزوجها يعني ربنا يرزقك بزوجة أفضل، ويعوض عليك بأولاد أفضل، وتعيش حياة أفضل من اللي كنت عايشها معايا. ده نص الرسالة اللي لقيتها الشرطة، وكانت مكتوبة بخط يد حنان. حنان هي الأم اللي ذبحت أبنائها ال3، وفي النهاية انتحرت تحت عجلات الجرار. دي جريمة صعبة جدا من الجرائم اللي حدثت في محافظة الدقهلية مركز منية النصر. طبعا ياريت في نهاية الفيديو
نعمل شير ولايك للفيديو ونعمل إعجاب بالقناة علشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. أنا بحيي حضراتكم، وبحيي حضراتكم بجد على الاشتراك في القناة وعلى الإعجابات بالفيديوهات، وبأشكركم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة أخرى وفي قصص أخرى إن شاء الله. شكرا وإلى لقاء قريب.